السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع وسؤال مهم جدا. ناس كتير جدا بتقول لي يا أبو هاجر، أنا الحمام عندي بيكسر البيض، فلما بسأله بلاقيه بيربي حمام كينج مستوى قوي وروماني بيور مستوى قوي. تمام كده. فبيجي يقول لي يا أبو هاجر بيكسر البيض، أنا أعمل إيه؟ طيب باجي أسأله أنت بتربي على السايب ولا بتربي محبوس؟ معظم الأوقات بلاقيه إن هو بيربي محبوس. طب حاطط فرش الطاجن ايه؟ طيب في عجاله كده، لو انت هتربي حمام كينج او روماني محبوس، لازم طواجن بيض كبيره، ولازم فرشه الطاجن تكون تحديق كويس ناعم. تمام. طيب وهننجح ان شاء الله. طب لو الموضوع اتكرر معانا وجوز الحمام ده عمال يكسر البيض باستمرار، نصيحه ليك تسيبه، تسيبه يشتغل على السايب، وتخليه يعيش بطبيعته، يلم قش ويعمل عشه بنفسه ويبني عشه بنفسه. تمام. هو ده بيكسر، هو ده عيب في الحمام؟ لا، مش عيب في الحمام. الحمام بيبقى حنين زيادة عن اللزوم ووزنه تقيل، فغصب عنه بيقعد على البيض بيكسره، فمحتاج حاجه مرنه تحت منه. فالافضل ان انت ايه، يا تحضن البيض تحت حضان، يا تسيبه على السايب، وده الافضل.